السلام عليكم، معكم سعيد. اليوم في هذا المقطع بشكركم على 200 مشترك. صراحة ما توقعت أن نصل لهذا الرقم في مدة زمنية قصيرة، ولذلك أنا حبيت أشكركم. صراحة ما أعرف ويش أسوي لكم مناسبة عشان 200 مشترك، بس حبيت أشكر كل واحد عن هذه القناة، ولكن بإذن الله تعالى بتشوفوا محتوى أقوى في هذه القناة، خصوصا مقطع اللي هو مول عمان. ما أعرف حاليا ذا المقطع بيوصل 10,000 و 9,000 حاليا، ما أعرف كم مشاهدة، بشوفه بعدين يعني تقريبا كذا بالتقريب. فنعم، لكن يا جماعة الخير ضبطت لكم مناسبة، وهذه المناسبة أقل شيء قدرت أقدمه لكم، واللي هو سويت لكم سيرفر ديسكورد. المهم سيرفر الديسكورد هذا بيكون يعني فيه شات وكل شيء، يعني تسولفوا مع بعض، لكن هو ما هذا أهم شيء. أهم شيء يا جماعة الخير اللي هو التواصل معي. نعم يا جماعة الخير، في ناس تريد تتواصل معاي، والديسكورد أيضا جدا مناسب إنك تتواصل معاي، خصوصا انك اذا تتابع بثوث في قناه الجيمنج وهذه الاشياء تقدر انك تدخل هناك بثوث ماينكرافت تتكلم معي وهذه الاشياء. لكن انتم حاليا في هذه القناه ما مركزين على الجيمنج، حاليا بكلمكم وش انتم اللي الديسكورد حالكم ايش فيه. طبعا اللي تابعني في هذه القناه عارف ان هذه القناه محتوى ابدا مع جيمنج، فلوجات عشوائي يعني كذا وقصص وهذه الاشياء. لكن يا جماعه الخير الديسكورد بيكون مخصص حق قناتين يا جماعه الخير. ولكن سعيد كيف يعني قناتين؟ اولا انتم قدرت تسوي ميمات، مثلا انا يمكن اسوي مقطع كامل عن ميم او ميمز، لكن جماعه الخير انتم بترسلوا لي فيديوهاتنا في الديسكورد وشوف ان فيديوهات لا معاي، يعني هناك في روم مخصص للميمز، تقدر ترسل لي هناك ميمز، وباذن الله تعالى بنزل لكم ميمز وهذه الاشياء. وبعد عندي اشياء زياده، وايضا بسوي يعني روم القصص، يعني يا متابع انت تقدر ترسل لي القصه اللي انت تباها انزلها في المقطع الجاي، وباذن الله ما بقصر معاكم وبنزل القصه. ايضا يا جماعه الخير في شيء بسيط، واللي هو ممكن اقطع عن هذه القناه. ليش سعيد تقطع عن هذه القناه؟ هذه القناه يعني ما بقول لك ليش اقطع عنها، حتى قناه الجيمنج يعني. المهم ليش تقطع سعيد؟ لان اولا رايح في سفره، وهذه السفره عاد المره طويله، طبعا سفره الامارات اللي بيشوفها في الانستغرام. فيا جماعه الخير لا تنسوا تتابعوني في الانستغرام انزل فيه يوميات وهذه الاشياء، فراح يكون مهم جدا لكم. يعني شباب اذا حابين تشوفوا يوميات راح تلاقوها في الانستغرام. بس خلونا ندخل في المقطع. المهم باذن الله تعالى يا جماعه الخير بيكون فلوج المقطع الجاي، فترقبوا. لكن هذا الفلوج عن الامارات، صح اني راجع الامارات وحاليا انا في عمان، لكن تعرفوا المونتاج وهذا الشيء ياخذ من عندك وقت. فيا جماعه الخير اعذروني، طبعا انا حاليا اتوقع حاليا ان قاطع يومين على القناه من تاريخ نشر هذا الفيديو، فنعم ممكن يكون بعد قطعه اطول، لكن باذن الله تعالى بصور لكم فلوجات، يعني بحاول استغل السفره في تنزيل الفلوجات، بس يعني اللي لا يهمكم بتشوفوا ان شاء الله محتوى افضل في الفتره القادمه. فاللي ابى منكم صراحه انكم تنشروا القناه في وسائل التواصل الاجتماعي، تنشروا يعني عند اصحابكم هذه الاشياء اذا هم يحبوا المحتوى. فنعم اذا هم يحبوا المحتوى يشتركوا في القناه، اما اذا ما يحبوا عادي انا معطيهم الحريه، ممكن واحد يحب الجيمنج ويروح يشترك في قناه الجيمنج. فنعم يا جماعه الخير هذا هو الكلام اللي كنت اريد اوصله لكم، وصراحه شكرا لكم من القلب، صراحه يعني شكرا لكم من القلب، وبالسلام. جماعه الخير لا تطلعوا من المقطع، نسيت اخبركم شيء. المهم جماعه الخير اسف يعني كان المفروض ينتهي الفيديو، بس المهم في يعني شيء بسيط او شغله بسيطه حاب اخبركم ليها، وهي ان بنزل مقطع عن اسئله المتابعين. فطبعا عشان تشارك وعشان يطلع سؤالك معاي، بس اللي احتاج منك بعض الشروط، اللي هو ان بسوي ان شاء الله في المنتدى، بسوي ان شاء الله مقطع اسالني، وعاد انت تشارك في الكومنت هناك، تكتبوا لي اسئلتكم ان شاء الله بجاوب عليهم في مقطع اسئله المتابعين. وايضا بنزل في الديسكورد روم، وايضا بنزل بوست في الانستغرام بعنوان اسالني. فلذلك جماعه الخير اذا انت حابب تشارك بالانستغرام، كل اللي عليك انك تكتب في البوست تحت السؤال اللي انت تريدني اجاوب عليه، وبس ان شاء الله بجاوب على اسئلتكم كلكم، وبس. سلام للمره الثانيه يعني. يلا.